تاريخيه وخلاص. وانتوا زي ما كنا بطرس اكيد قال لنا عن الوحي وكده، ربنا كان بيسيب كل واحد يكتب باسلوبه. يعني معلمنا بولس الرسول كان عنده دراسات في الفلسفه وفيلسوف، كان بيخلي كل واحد يكتب باسلوبه، ولكن كان بيعصمهم من الايه؟ من الخطا. قديس باسيليوس الكبير بيقول: الروح لا يحجب احد قدرته على التفكير ولا حريته في التعبير. اللي بيعمل كده ده الشيطان. فربنا ساب كل واحد يكتب باسلوبه لكن عصمه من الغلط. يلا. تأمل ده مش معنى يعني 4 أناجيل متى مرقس لوقا يوحنا، ده مجرد تأمل عشان 4 اتجاهات عارفين 4 اتجاهات، 4 مخلوقات غير متجسدين، 4 فصول في السنة إلى آخره نقلب، مجرد تأمل مش معنى يعني 4 أناجيل. أهي 4 اتجاهات للأرض، 4 فصول في السنة. كان في 4 أنواع فصول تسقي الجنة في العهد القديم، 4 مخلوقات غير متجسدين، ده مجرد تأمل. نكمل. الجميل ان متى مرقس لوقا يوحنا فيهم تطابق، وبما انهم فيهم تطابق ده بيبين بقى ايه؟ الكتاب المقدس ده مش محرف ومش تأليف الانسان. فالتطابق اللي فيه بيبين استحاله تحريف الكتاب المقدس. واتقال كده في اعمال الرسل 1:8 التلاميذ قالوا ان احنا شهود عيان، يعني احنا شفنا الكلام ده بعينينا وكتبنا. كمل. الأناجيل اتكلمت عن حياة المسيح الأزلية وميلاده الزمني واستعداده للخدمة وخدمته في الأماكن دي كلها بالمقدار ده. يعني متى اتكلم في الموضوع ده بنسبة، العريس اللي بيتكلم بنسبة أكتر إلى آخره. فدي موضوعات تحدثت فيها الأناجيل. يلا. بصوا بقى ده اللي هيجي في الامتحان، ده اللي هسمعه لكم دلوقتي، احفظوا معايا. اللي هينام هيتسأل. بصوا ركزوا معايا. متى كتب لمين؟ لليهود. هنشيل الشاشه دي ونسمع، ماشي؟ انا كنت مدرس وبحب اسمع يعني. متى كتب لليهود؟ كتبوا منين؟ من فلسطين. تاريخ الكتابه من 60 ل 65. اتكلم عن المسيح كملك. اهم اعماله المسيح متمم الناموس. اهتمامه كان بالنبوات، بيرمز له ايه في ال4 حيوانات غير متجسدين بوجه ايه؟ انسان. احفظوا معايا بقى. انا عايز اقول لكم يقال ان مرقس كتب الاول قبل متى بحاجات قليله، مرقس متى لوقا يوحنا، ولكن سنه 382 في مجمع روما هم حطوا متى مرقس لوقا يوحنا، حطوا متى الاول لسبب، علشان خاطر متى حسوه انه حلقه وصل ما بين العهد القديم والجديد. كل شويه يقول ايه؟ لكي يتم ما قيل بالنبي القائل كذا. فحسوا ان هو بيربط العهدين ببعض، عمل لينك كده. تمام؟ الكتاب المقدس في العهد الجديد كتب باليونانيه ما عدا متى كتب بالاراميه وباليونانيه. متى كتب بالاراميه وباليونانيه. ادي متى الرسول. خش على مرقس كتب لمين؟ للرومان. كتبوا من اسكندريه، كتب 61 ميلاديه. بيبين ان المسيح جاي بالشيطان وانه قوي، وكان بيوضح معجزات المسيح ومهتم باعمال المسيح، وواخد وجه اسد. ليه واخد وجه اسد مع مرقس؟ لانه اتكلم عن السيد المسيح الاسد الخارج من سبط يهوذا، ولانه برضه بدا انجيله بالصراخ الاسدي الذي مين بقى؟ لمين؟ بتاع مين ده الصراخ الاسدي؟ زي ما قلنا قال صوت صارخ في البريه بتاع مين؟ يوحنا المعمدان. ده بني مرقس احفظه. نخش على القديس لوقا. كتبوا لليونانيين، كتبوا في قيصريه او روما. ادي سنه الكتابه من 60 ل 63 ميلاديه. اتكلم ان المسيح صديق البشريه وهو مخلص البشريه. القديس لوقا مؤرخ جامد جدا، بيحكي تفاصيل جامده، كان طبيب بس هو مؤرخ رائع. هو كاتب ايه تاني بقى تقولوا؟ لوقا اعمال الرسل. يقال لو احنا قرينا السفرين دول مع بعض احنا كده يعني ألمينا حوالي تلت المعلومات اللي موجوده في العهد الجديد. الاثنين دول مع بعض عاملين معلومات جامده خالص. ويرمز ليه وجه ثور. ليه لو شطار؟ برافو، رمز للذبائح والكهنوت، لانه تحدث برضه عن السيد المسيح ككاهن. ماشي؟ قديس يوحنا كتبوا للعالم كله، كتبوا في افسس، كتبوا متاخر شويه من 85 لسنه 2 ميلاديه. اتكلم فيه عن الكلمه المتجسد وانه حال وسطنا، ركز على لاهوت المسيح، فيرمز ليه بالايه؟ بالناس. تقول له ليه بقى؟ لانه محلق في اللاهوت.
ففي كان مركز في اللاهوت بقى حتى من اول اصحاح كده. ولم يخطئ في لاهوت. لم يخطئ في لاهوت المسيح زي ما ابونا بيقول. برافو. كمل. فاصل الورقه دي عشان هسمعها. يبقى متى كتب لمين؟ واحد غش لليهود، لوقا لليونانيين، مرقس للرومان، يوحنا للعالم كله. تمام؟ اهم اعمال السيد المسيح في الاناجيل متى ركز على النبوات ازاي ان هي ادي النبوه في العهد القديم واتطبقت هنا بالشكل ده كما قيل بالنبي. ومرقس ركز في اعمال المسيح، لوقا ركز في الناحيه التاريخيه، يوحنا ركز في ايه؟ في اللاهوت. هنلاقي ان الاناجيل اتكلمت عن احداث خلاصيه، اتكلمت عن معجزات المسيح، امثال المسيح، مقابلات المسيح مع اشخاص واحاديثه، واصول البراكليت اللي هي بتاعت متى جاء المعزي الروح القدس في يوحنا من اول 13 ل 17. برافو. نكمل تاني. ادي الموضوعات بعض الموضوعات الخلاصيه اللي اتكلم عنها الاناجيل 4. اتكلم عن الكلمه صار جسدا، نسب يسوع، ولادته، التجربه الى اخره. احداث خلاصيه تخص المسيح وخلاصه لينا. نعدي تاني. اتكلم عن معجزات السيد المسيح، ويقال ان ذكر في الاناجيل 35 معجزه تقريبا عملهم السيد المسيح. يبقى كم معجزه؟ 35. المعجزه في العهد الجديد اتسمت بثلاث اسامي، ممكن نسميها معجزه او ما يرادفها بقى ايه او عجيبه او قوه. يبقى المعجزه سموها ايه؟ ايه او ايه؟ او عجيبه او قوه. كمل. قلنا كم معجزه تقريبا؟ 35 معجزه. معجزات يعني بتبين سلطان المسيح على كل حاجه. عارفين سلطانه على الطبيعه، قدرته على الخلق، اقامه الموتى، كل حاجه. السيد المسيح اتعامل مع مواد صلبه زي 5 خبزات وسمكتين، مع مواد سائله زي تحويل الميه لخمر، زي المشي على الميه، مع مواد غازيه زي انتهار الريح وسلطانه على الريح. شفى امراض زي الحمى والبرص الى اخره. اخرج شياطين، اقام موتى، شفى عميان، مجانين، واحد عنده استسقى دي اللي هي بطنه بتبقى منفوخه من الميه، مشلولين ومفلوجين، كل حاجه عملها المسيح. نكمل برضه نعدي. طبعا المعجزه كانت بتبين قداسه الصانع ونقاوه الوسيله وسلامه الهدف. نكمل. طبعا المعجزات بالنسبه لنا احنا مش محتاجين نشوف معجزه عشان نؤمن بالله، وفاهمين موضوع المعجزه ده موضوع تاني. نعدي. الامثال بقى نعدي تاني. بصوا هتلاقوا المسيح قال امثال كتيره علشان يفهمهم، وده يعلمنا احنا كخدام ان احنا نستخدم وسائل اداره. تعرفوا السيد المسيح لما كان معدي على زرع يقول لهم ايه؟ خرج الزارع ليزرع. فاهمني؟ يعني كان لما بيشوف حاجه كان ممكن يدي مثل عليها. حتى في مثل الخمس عذارى الحاكمات والجاهلات كان عندهم برضه تقليد قريب من كده. فخلي بالكم ده يعلمنا وسائل الاداره. المسيح كان بيشرح بالطريقه التفاعليه دي، اتعلمنا كده كخدام. اتكلم عن امثله زي الثوب العتيق والزيارع والبزار، فاكرين؟ حبه الخردل، الخميره، الزرع الجيد. انا مش هكمل، عايزكم انتوا تقولوا بقى. حد يديني امثال تاني. امثال تاني قالها المسيح. ايه يا مستر؟ الدرهم المفقود. مين يقول؟ الايه؟ الابن الضال. برافو. والابنين اللي هو واحد قال لابوه انا هروح وعينيا وما راحش. فاكرين؟ مين يقول تاني؟ العشرة العذارى الحاكمات والجاهلات. مين تاني؟ وكيل الظلم اللي كان بيعلمنا ان احنا نخطط للمستقبل الابدي بتاعنا. العذارى الحاكمات والجاهلات. تمام. قاضي الظلم. ماشي. مين يقول تاني؟ ابونا 35 مثل بيقول. ابونا صراحه اكتر واحد بيقول. مين يقول تاني؟ ايه؟ اللي هو بيبني بيته على الصخر وعلى الرمله. الايه؟ الغني الغبي. تمام. برافو.
كرامين. قولي خروف الدار، برافو عليك يا عسل، شاطرة. طيب نكمل. عدي. أمثال كانت بتتكلم عن مبادئ الغفران، وفي أمثال عن الملكوت. تعرفوا متى كام؟ متى كام أمثال الملكوت؟ لا 13. متى 13. نكمل. بصوا الصورة دي لو شفتوها هي بس مش واضحة قوي. بتوضح لنا مثل ايه؟ الباب الضيق والباب الواسع. المفروض ان هنا في باب ضيق بس مش باين قوي، بيودي كده على الصليب فالأبدية. شايفين؟ في بقى باب كبير ده بيودي على الجحيم. عارفين انتوا لما المسيح قال ما أضيق الطريق يعني. اتكلم عن الاستنارة الداخلية. عارفين ايه دي لو شفتها؟ الاستنارة الداخلية. ازاي انا ابقى منور كده؟ في كده قال سراج الجسد هو العين. لو كانت عينك بسيطة فجسدك كله ايه؟ يكون نيرا. برضه شبه التشبيهات دي. نكمل. نتكلم عن خروف الدار، الغني الغني، الفريسي والعشار. نكمل. نتكلم عن العشار والفريسي. نعدي برضه. نتكلم على الشهادة والتلمذة. عدي. كمل. نتكلم عن العمل في الكرم اللي هم أصحاب الساعة الحديثة عشر. تمام. نتكلم عن المجيء التاني والسفر الروحي والعبد اللي بيستنى سيده والعبد اللي بيقدم الطعام في حينه، ومثلا البواب اللي كان بيحرس حاجة سيده. ماشي نكمل. من أمثال المسيح عن المجيء الثاني طبعا العبد القاسي ده ما كانش عن المجيء الثاني، ده كان عن ايه يا شباب؟ قولوا انتوا بقى. عارفين مثلا العبد القاسي؟ الوزن اللي خدها وكفنها. لا مش دي يا بني. الغفران والتسامح اللي هو كان واحد عليه فلوس كتيرة. سيده سامحه، ولكن لما جه واحد عليه حاجة قليلة الناس اداله عنها وسلمه للقضاء. فالعبد القاسي كان بيتكلم عن التسامح والغفران. اوكي. مثلا لحظة واحدة كده. هكمل عقبال ما يرجع الداتا تاني. يلا نسمع بقى. المسيح عمل كم معجزة تقريبا؟ 35 شطار. طب قولوا لي إنجيل متى كتب به الأرامية واليونانية والباقي كله باليونانية. شطار. ماري مرقس كان موجه إنجيله لا انتوا صحيح، أنا بس بختبر الصحيان. شطار. نكمل. في فصول البراكليت من يوحنا من 13 ل 17 قال لهم بقى ان انا هبعت لكم الروح القدس، وان انا هو الكرمه الحقيقيه وانتم الاغصان ولازم تثبتوا فيا. كانت فصول كده مليانه تعزيه، ودي موجوده في يوحنا من 13 ل 17. نخش بقى على سفر اعمال الرسل. سفر اعمال الرسل بيبين نشأة الكنيسه الاولى، ويبين عمل الروح القدس في الكنيسه، وبيحكي لنا عن نشأة بقى الكنيسة من أولها، واتكلم عن استفانوس، واتكلم عن رحلات بولس الرسول الثلاثة ورحلته الأخيرة اللي جوه البحر. شغالين هنا؟ أوكي، نخش على سفر أعمال الرسل. بصوا أعمال الرسل اتكلم عن بداية الكنيسة، عن الروح القدس وعمله وازاي ساعد في نشر الكنيسة. طبعا عارفين ان ربنا قال لهم لا تبرحوا اورشليم لغاية لما تاخدوا قوة من الأعالي. طبعا
اتكلم عن نمو الكنيسه وازاي ان هي دخلت 39 مدينه و30 بلد وجزيره واقليم. اتكلم عن شهاده الاباء الرسل عن المسيح، وادي امثله من الاباء الرسل. واتكلم عن مقاومه بقى اليهود والطوائف المختلفه للاباء الرسل. نعدي ادي العناصر اللي اتكلم عنها اعمال الرسل: بدايات الكنيسه وعمل الروح القدس وازاي ان الكنيسه نمت، والشهاده والمقاومه، شهاده الاباء الرسل ومقاومه اليهود. ده ملخص اعمال الرسل. الكاتب لوقا الرسول وده طبيب اممي، الزمن من 63 ل 70 ميلاديه، واتكلمنا عن الاهداف بتاعته. اهم شخصيات ذكرت في السفر: بطرس ويوحنا وبرنابا وبولس ويعقوب ولوقا واستفانوس وكرنيليوس وفيلبس وليديا. اهم اماكن ذكرت في اعمال الرسل: اورشليم، تسالونيكي، السامره، كورنثوس، انطاكيا، اثينا، قبرص، افسس، فيليبي، قيصريه، لسترا، روما. كان القديس لوقا موجه كتابته في انجيله وفي اعمال الرسل لواحد اسمه العزيز ساوفيل. تمام. نكمل. سفر اعمال الرسل ما انتهاش بكلمه امين، علشان يعني ربنا يقول لنا انه لسه شغال بقى. يعني عمل الروح القدس في الاباء الرسل وعمل الروح القدس بعد كده فينا. عشان كده الكنيسه انتوا تقولوا بقى بتعمل ايه بقى؟ برافو عليك. برافو. يعني الاستاذ قال ان نرسم الاساقفه بعد الابراكسيس علشان خاطر نتكلم عن امتداد عمل الروح القدس معانا. لم يختم بامين عشان يقول ان عملنا في الكراسه عمل الروح القدس معانا لم ينتهي. في حاجه تاني. ليه؟ برافو عليك كده، انا كنت عايز اسمعها برضه. بيتقري بعد سفر اعمال الرسل اللي هو الابراكسيس بنقرا السنكسار اللي هو حكايات القديسين، عايزين نقول تكمله ليهم، تكمله للجهاد بتاعهم. تمام. قلنا السيد المسيح قال للتلاميذ ما تفرحوش ايه؟ تكونوا لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. دي اتعلمنا ايه حاجه روحيه بسرعه؟ اورشليم ده قلبي، واليهوديه بيتي، والسامره المجتمع، وبعدين العالم كله. يعني انا كخادم ما ينفعش ان انا اهتم بالعالم كله وبيتي خربان. مهمه جدا. قلبي، نفسي، حياتي الروحيه، بيتي، وبعد كده خدمتي، وبعد كده العالم كله. اتفقنا؟ كمل. ادي الترتيب اللي قلناه من شويه. دي مقارنه ما بين البشائر الاربعه وسفر اعمال الرسل. قلنا البشائر الاربعه بتقدم حياه السيد المسيح، لكن اعمال الرسل بنركز على عمل الروح القدس في الكنيسه الاولى. نعدي. نخش بقى على رحلات بولس الرسول. عمل 3 رحلات. طبعا بولس الرسول ده يعني كارث عظيم جدا، وعمل 3 رحلات جامده جدا، فاحنا هنتكلم عنهم. نعدي كده. ادي الرحله الاولى زي ما انتم شايفينها: انطاكيا وايطاليا وبنفليه وبيسيديه. بدا بانطاكيا سوريا زي ما انتم شايفين، وايقونيه وكيليكيه الى اخره، لغايه لما يعني هو مشي كده ورجع كده. الالوان المفروض ان الاحمر ده الذهاب والعوده البنفسجي. دي الرحله الاولى. نعدي على الرحله الثانيه. هنبتدي نتكلم دلوقتي، هنبص في الورقه اللي معانا، هنتكلم بعض الاحداث اللي حصلت في كل رحله ايه. الرحله الثانيه زي ما انتم شايفين اهو، بدا برضه بانطاكيا سوريا، عدى على لسترا وخش بقى على اليونان وافسس واثينا، ورجع بعد كده قيصريه واورشليم. انتهى باورشليم، بعد كده منها رجع تاني انطاكيا سوريا. الرحله الثالثه بدأها برضو من أنطاكيا سوريا، وعدى على غلاطيا، وشايفين ترواس وفيليبي ومقدونيا، وفي الآخر رجع تاني. ممكن نطلع الورقة اللي معانا نبص على الحاجات. بصوا من تحت كده أهم حاجات حصلت في كل رحلة. شايفين اللي هي تحت أقصى اليمين. في الرحلة الأولى كان معاه بولس وبرنابا ومرقس.
شايفينها؟ في الورقة من تحت على اليمين. من أشهر الحاجات اللي في بابوس كان قبله ساحر اسمه بار يشوع، عارفين القصة؟ عارفين قصة بار يشوع اللي قاومه؟ طب جاله إيه بعد كده لما قديس بولس الرسول ضربه بالعمى علشان كان بيعطل عمل الله. وفي لسترا شفى المقعد، ومعلمنا بولس الرسول اترجم هناك في ضربة تلمس كثيرين، تلمسه كثيرين. الرحلة دي كانت حوالي سنة من 45 ل 47 ميلادية، خدت سنتين، وبعديها بشوية حضروا مجمع أورشليم. عارفين مجمع أورشليم ده كان بيناقش قضية التهود. إيه قضية التهود دي؟ لازم طلعوا بدعة كده، لازم نعدي اللي عايز يخش المسيحية لازم يعدي على اليهودية الأول وبعد كده يخش تاني على المسيحية. لكن هي كانت قرارات المجمع بتاع أورشليم اللي اتعمل عشان البدعة دي. نبعد عن إيه؟ عن الزنا والمخنوق والدم وما ذبح للأوثان، لكن ما فيش حاجة اسمها إن أنا أعدي على اليهودية دي. وخلوا معلمنا القديس بولس الرسول هو رسول الأمم، وخلوا معلمنا بولس الرسول أطلقوا عليه إيه؟ رسول الختان. طب ده يعني إيه ما ذبح للأوثان ده؟ عارفين كان في ذبائح بتقدم للأوثان، وبعد ما تقدم للأوثان بتتباع بقى في الساحة. هل إحنا كمسيحيين كنا نشتري منها؟ لا، لأنها كانت مذبوحة للأوثان. أوكي؟ طيب. اتفضل. ايه؟ مش سامع. دخلنا في السياسة كده. خش على الرحلة الثانية. انتوا عارفين ان حصل مشاجرة لان ماري مرقس سابهم ورجع، فحصل اختلاف. فبولس خد مين؟ سيلة، وبرنامج خد مين؟ مرقس، وكل واحد راح مكان. وده كان للصالح. يعني بعد كده ده كان لصالح الخدمة يعني. ايوه، مرقس جه مصر. لما كانش الخلاف ما كانش جه مصر. طبعا. يعني الخناقة دي طلعت بفايدة لينا. بص بقى، الرحلة دي خدت 3 سنين، شايفينها؟ عدى على برواس، كان فيها راجل مقدوني ظهر لمعلمنا بولس الرسول رؤيا كده وقال له اعبر الينا واعين. في فيليبي عارفين مين اللي قابلت هناك؟ ليديا بائعة الأرجوان. وهناك كمان في فيليبي شفى الجارية من روح العرافة. عارفين ايه اللي حصل فيهم بقى؟ وسجان فيليبي، عارفين القصة؟ ناس نامت. كان في واحدة جارية عليها روح عرافة كده، فكانت بتكسب مين؟ مواليها. برافو. فلوس. يعني انا اجي كده لابونا اقول لابونا حصل معاك كذا 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 مثلا، يعني فيديني فلوس عشان انا قلت له اسرار، فاروح انا اديها لمواليها بقى. فلما معلمنا بولس الرسول انتهر الروح ده، كده مين يزعل؟ اصحاب الجاريه دي الرزق اتقطع، هيجوا عليه الدنيا وسجنوه هو وسيله. وانتوا عارفين ان في السجن صلوا مع بعض والابواب اتفتحت وابرق نور. مين اللي كان هيموت نفسه بقى؟ سجان فيليبي. لكن بعد كده معلمنا بولس الرسول قال له ما تقلقش احنا ما هربناش، وبعد كده اتعمد. بعد كده حبوا يطلعوه لما عرفوا ان بولس الرسول معاه الجنسيه الرومانيه زي الجنسيه الامريكيه دلوقتي. قالوا له يا باشا انت تتفضل تروح. قال لهم لا، هو ضربتوني في السوق وجاي تمشوني في السر. الوالي جه ومشى، تمام، واستأذنه كده قال له اتفضل سعادتك. الجنسيات بتفرق. الرحله التبشيريه الثالثه كان معانا بولس ولوقا وتيموثاوس، لو انتم شايفينها. افتقدوا الكنائس اللي في غلاطيا وفريجيه، قضوا 3 سنوات في افسس. كان في ثوره لصناع الهياكل. عارفين انتوا بقى بتاع ارطميس، الهه ارطميس. عارفين انتوا الهيجان اللي حصل ده. وفي اقامه افتيخوس من الموت، وفي واحد مات وبولس الرسول كان بيوعظ فقومه القديس بولس الرسول.
وبولس الرسول ساعتها راح بلد اسمها ميليتس وارسل الى الكهنه والاساقفه بتاعت افسس واداهم الخطاب الوداعي، قال لهم خلاص بقى انتم مش هتشوفوني تاني وخلي بالكم على الرعيه الى اخره. والرحله دي خدت حوالي 4 سنوات. الرحله الاخيره المعلمه بولس الرسول يعني ساعات يسموها رحله رابعه وساعات ما يسموهاش، هي كانت في البحر وكان لما راح فيها لروما وبعد كده هيموت يستشهد القديس معلمنا بولس الرسول زي ما انتم شايفين. قعد سنتين في روما. انا عايز اقول لكم ايه؟ معلمنا بولس الرسول في سجنه كتب رسائل هتشوفوها دلوقتي، رسائل الاسر. عايز اقول لكم حاجه تنفع علينا كخدام بقى. بولس الرسول اتسجن فتره في روما، كانوا بيجيبوا له كل يوم 2 يحرسوه. عايز اقول لكم حتى وهو مسجون كان بيبشر ال2 دول ويبدلوهم ويبشر، يعني الخادم ده بيشتغل في اي حته. يعني اي حته انت هتتحط فيها انت كخادم هتبقى يعني مبشر في الحته دي. دي كانت ملخص سريع جدا لرحلات بولس الرسول. نكمل، احنا داخلين على الرسائل دلوقتي بقى. نعدي. كمل. طيب قبل ما نكمل انا عايز اشرح حاجه. معلمنا بولس الرسول الستايل بتاعه في الكتابه كان شكله ايه؟ حد يرفع ايده ويجاوب. ستايل كتابه معلمنا بولس الرسول في الرسائل ايه؟ فلسفي؟ لا ماشي، انا عايز تفاصيل. كانت رسائله ماشيه ازاي؟ اول حاجه بيبدا بايه؟ 2 ايه؟ 3 ايه؟ 4 ايه؟ اول حاجه يبدا بالمقدمه. ربنا يديله سيف، اتفضل. ربنا يمتاز. بولس عاد يبدا بالمقدمه. ماشي. بيمدح الناس وبعد كده يبدا يدخل في الموضوع اللي هم عايشين فيه. تمام. بعد كده بيختم بالسلامات كل اللي كان بيقابلوه. طبعا احسن واحد ابونا متجوز بجد بصراحه. بصوا بقى، معلمنا بولس الرسول كان بيبدا بالتحيات، بولس عبد ربنا يسوع المسيح، وبيسلم على الكنيسه اللي بعت لها رساله، وبعدين يناقش غالبا موضوع لاهوتي، وبعد ما يناقش موضوع لاهوتي او مشاكل هم بيعدوا فيها في البلد، زي مثلا في كورنثوس كان في انقسام، حد كان بيقول انا تبع بولس، حد كان بيقول انا تبع ابولس، فقال لهم لا، ولا بولس ولا ابولس اي حاجه. بولس بولس غرس وابولس سقى، لكن الله هو الذي ايه؟ ينمي، والغارس والساقي دول ولا حاجه، لكن اهم حاجه الله اللي بيدي النمو. تتخيلوا لو الله مش بيدي النمو ده، مهما نغرس ومهما نسقي ميه مش هتطلع. روح الحياه نفسه جاي من مين؟ من الله. فانا وابولس ولا حاجه وبلاش انشقاق. فكان بيتكلم على تحيات، وبعدين يناقش موضوع لاهوتي، وبعدين يناقش مشاكلهم، وبعدين يديهم تطبيق عملي سلوكي. اسلكوا بالطريقه بقى الفلانيه، خليكم بقى كويسين بالطريقه الفلانيه. علاقه الزوج والزوجه، يعني يتكلم عن موضوع روحي، وبعدين الختامات السلامات بقى. يلا نقول تاني الفلسفه والستايل بتاع بولس الرسول ماشي ازاي؟ السلامات الاول، وبعدين موضوع لاهوتي ولو في مشكله يناقشها، وبعدين سلوكيات، وبعدين ختام. ده يعلمني حاجه في الخدمه برضو، ان انا حتى لو بشرح اي موضوع اقدر اديهم تدريب عملي في حياتي. يعني اقول لهم الاسبوع ده يا اولاد عايزين في حياتنا نستفاد كذا، واقدر اعمل بعد كده متابعه للموضوع ده. نكمل. اتفضل. عدي. زي ما انا قلت لكم، طب ركزوا معايا. قلت لكم الرسائل بتاعت بولس الرسول كتير منها كتب قبل الاناجيل، اتفقنا؟ دي معلومه. طب هل يا ابونا الرسائل مترتبه حسب ما بولس الرسول كتبها الاول وراه الثاني؟ لا، هي مترتبه الرسائل حسب طولها وحجمها، بس مع الاخذ في الاعتبار رسائل الكنائس الاول قبل رسائل الاشخاص. عارفين مش في رسائل لكنائس في رسائل لاشخاص زي تيموثاوس؟ تاني بقولوا لي الترتيب المحطوط في الكتاب المقدس حسب تاريخ كتابه الرساله؟ لا، حسب ايه؟ حجمها، بس بشرط الاول مين؟ الكنائس، وراها الاشخاص. نكمل. نكمل. لا خلينا هنا. بصوا، اول رساله كتبها معلمنا بولس الرسول تسالونيكي الاولى والثانيه، هي اعداد اصحاحاتهم الاثنين مع بعض 8. بعد كده كتب لنا
رسائل ما قبل الأسر، كورنثوس الأولى والثانية وغلاطيا وروميا، ودول عددهم في الإصحاحات 51. بعد كده رسائل الأسر كتبها هو مقصور، فيليمون وكولوسي وأفسس وفيليبي. الرسائل الرعوية ما بعد الأسر، تيموثاوس الأولى وتيتوس والعبرانيين وتيموثاوس الثانية، ودي عدد الإصحاحات 26. زمن الكتابة تسالونيكي من 50 ل 60، ورسائل ما قبل الأسر من 53 ل 58، رسائل الأسر من 61 ل 63، الرسائل الرعوية من 64 ل 67. رسائل تسالونيكي اتكلمت عن المسيح مركز الحياة. الرسائل بتاع ما قبل الأسر والأسر اتكلم عن الكنيسة، ورسائل ما بعد الأسر اتكلم عن الإنسان. اوكي كمل. هي في معلومه بس ان الانجيل يعتبر اتكتب كله ما عدا انجيل يوحنا ما قبل اورشليم، حرب اورشليم سنه 70 ميلاديه. تمام. يعني دي معلومه ياخدوها ان الانجيل كله اتكتب. ايوه، ابونا بيقول طبعا الاناجيل كلها خلصت ما عدا انجيل يوحنا قبل حرب اورشليم سنه 70 ميلاديه. ماشي؟ طيب. ناخد كلمة على كل رسالة. رسالة تسالونيكي دي عاصمة مقدونيا في اليونان، اشتهرت بالتجارة والزنا والخلاعة، كتبها 51 ميلادية. هو كتبها علشان خاطر يقويهم في الإيمان ويكلمهم عن المجيء التاني. نعدي تسالونيكي الثانية قدامكم اهو، حوالي من 51 ل 52. بصوا، هو في الرسالة الأولى فهموه غلط. فهموا لما كلمهم عن المجيء الثاني ان المسيح جاي بعد بكره كده ولا حاجه. فقال لا، الحق بقى فهمهم اكتر ان مش هيجي المسيح الا لما تيجي علامات معينه. فكان هدف الرساله الثانيه لا، ما تفهموش غلط. نعدي نكمل. غلاطيا دي موجوده في اسيا الصغرى في تركيا حالا، كتبت سنه 57 ميلاديه. كان هدفها رفض فكره التهود اللي اتكلمنا عليها من شويه، واتكلم مع المسيحيين هناك عن الايمان والحريه الى اخره. نكمل. عايز اقول على حاجه، رسائل معلمنا بولس الرسول كانت بتتبادل مع بعض، حتى هو وصف كده. يعني الرساله دي خدوا قروها هنا، والرساله دي خدوا قروها هنا، فاهميني؟ يعني ممكن بلاد تتبادل الرسائل مع بعض ويقروا الرساله دي هنا والرساله دي هنا. اهل كورنثوس الاولى دي موجوده في جنوب اليونان، اتكتبت سنة 56. زي ما قلت لكم في كورنثوس ناقش موضوع الانقسام، وكورنثوس كانت مليانة فساد، فكلمهم ازاي الانسان يعيش طاهر في وسط مجتمع مليان بالفساد. نعدي. كورنثوس الثانية اتكلم فيها عن رسوليته، كان بيدافع معلمنا بولس الرسول عن الرسولية. طيب ليه؟ هل هو كده متكبر؟ لا، بس ليه بقى؟ لو انا قلت ان معلمنا بولس الرسول ده مش رسول، اذا كل اللي بيقوله وكل كتاباته وكل الكرازه ايه؟ باطله. فيعني المره دي كان لازم يدافع عن رسوليته علشان خاطر نفسه ولا عشان خاطر الكرازه؟ عشان خاطر الكرازه. لكن معلمنا بولس الرسول في الحقيقه متواضع جدا. مره قال ايه؟ ده انا عامل زي السقط، اخر الكل كالسقط كده ظهر لي المسيح. السقط ده اللي هو المولود اللي سقط، يعني واحد ملوش لازمه، وقال ده انا اصغر الرسل ولست مستحقا ان ادعى رسولا. فهو متواضع، لكن حتى لو الانسان متواضع احيانا بنحتاج ان احنا ندافع عن نفسنا بطريقه معينه في بعض المواقف. زي ما قلت لكم بولس الرسول ما كانش دافع عن نفسه، كان كل دراسته كده تبقى ايه؟ باطله. نعدي. روميا اتكتبت في المسيحيين في روما سنه 57 ميلاديه. يعني يتكلموا عن الخلاص، وان الخلاص للكل. ربنا عايز الكل، يعني عايز كل الناس تخلص. نعدي. اتكلموا عن طبعا شويه سلوكيات، اتكلموا عن الشذوذ اللي كان حاصل هناك. كولوسي دي موجوده في تركيا حاليا، كتبت 61 ميلاديه. كان في افكار غلط ابتدى يناقشها معاهم وكلمهم عن ان المسيح راس الجسد الى اخره. نعدي. افسس دي في تركيا زي ما انتم شايفين، كتبت سنه 60 ميلاديه، كتبها علشان يقوي
ايمان الناس الموجوده هناك، واتكلم بقى عن الجسد، واتكلم عن وحدتنا في المسيح، واحنا كلنا اعضاء في جسد المسيح. كمل. فيليب دي بقى رساله الفرح، عارفينها؟ العجيب بقى ايه؟ يقولوا ان اكتر رساله مليانه فرح اتكتبت ومعلمنا بولس الرسول ماله؟ مسجون في الاسر. واكتر رساله كان فيها ان العالم باطل اتكتبت في القصر. اكتر سفر اللي هو بتاع سليمان لما قال باطل جمع باطل الاباطيل كل الباطل. فعايز اقول لكم معلمنا بولس الرسول بيقول انا فرحان، قاعد يقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. اتقال كلمه افرحوا في الرساله دي مع انها 4 اصحاحات بس 19 مره، هي وما يقابلها في المعنى اللي هو السرور والبهجه الى اخره. يعني الفرح والسرور والبهجه اتقال كم مره؟ 19، مع انه مقيد بالسلاسل، بس هو قال عشان انا بفتكر فكرا اخر، عشان انا فكري مش في السلاسل، انا فكري مع المسيح، انا فرحان قوي مع المسيح. دي رساله الفرح زي ما انتم عارفين. فيليمون دي رساله لشخص كان احد المؤمنين في كولوسي امن على يدين بولس الرسول، كان بيقول له في عبد اسمه انسيموس كان سرقه، قال له عشان خاطري اقبله سوا نعدي. كولوسي اتكلمت على مين اكتر؟ عن المسيح. افسس ركزت على الكنيسه والجسد الواحد. فيليمون رساله شخصيه قال له سامح انسيموس. فيليب رساله الايه؟ الفرح. نعدي. تيموثاوس ده بقى اسقف زي ما انتم عارفين، والرساله دي رساله رعويه، قعد يقول للاسقف يبقى شكله ايه، والشماس يبقى شكله ايه، مواصفاته ايه، رسائل رعويه. تيتوس ده ابن اخت والي كريت وكان اممي وامن على يدين بولس الرسول، كتب له رساله سنه 66. كان بينصحه شويه نصائح واتكلم عن القياده في الكنيسه وازاي نقود الكنيسه، وكان هو اسقف بره. نعدي. رساله العبرانيين بقى معلمنا بولس الرسول كتبها لليهود. الرساله دي حصل فيها شويه شكوك كده، قال لك مش بتاعت بولس عشان مش كاتب اسمه. كان كل معظم الرسائل يقول ايه؟ بولس عبد يسوع المسيح. دي مش كاتب فيها اسمه. ليه مش كاتب فيها اسمه بقى؟ لان هو كاتبها لليهود، وانتوا عارفين اليهود مش بيحبوه قوي. تعرفوا ان معلمنا بولس الرسول مع انه فروز العالم كله لكن فشل مع اليهود. خلي بالكم انا كخادم برضه ممكن اتعلم منها حاجه، انا ممكن خدمه معينه نفشل فيها لكن ممكن كل الخدمات الثانيه انجح فيها. خلي بالكم معلمنا بولس الرسول كذا مره يفشل مع اليهود. هو بقى كاتب لهم الرساله دي ما قالش اسمه بقى فيها، لكن اتعرف ان هي رساله معلمنا بولس الرسول من ستايل الكتابه بتاعته. تمام؟ من اسلوب الكتابه. اتكلم فيها معلمنا بولس الرسول ان المسيح اعظم من، رساله جامده جدا بتاعت العبرانيين دي، اعظم من الملائكه، اعظم من موسى، وهو اعظم من كهنوت العهد القديم، وهو رئيس الكهنه اعظم شطار. انا خلصت قدامي 5 دقايق. كمل. انا خلصت. نقول بقى الرسائل الجامعه، يلا نسمعهم مع بعض. 2 بطرس و3 يوحنا ويعقوب ويهوذا. الرسائل دي مكتوبه للعالم كله، يعني هي جامعه للعالم كله. ناقشوا فيها فكره الارتداد، ناقشوا فيها فكره اللسان، حاجات تعليميه. ناقشوا فيها فكره المجيء الثاني الى اخره. بصوا بولس الرسول ركز قوي على الايمان، بطرس ركز قوي على الرجاء، يهوذا تحذير من الارتداد، يوحنا المحبه، يعقوب السلوك الروحي. نخش على اخر حاجه سفر الرؤيا. نعدي بقى. نعدي سفر الرؤيا زي ما انتم شايفين. الكاتب بتاعه مين؟ قديس يوحنا. هو كده يوحنا كاتب كام حاجه؟ لا 5. انجيل يوحنا و3 رسائل وسفر الرؤيا، يبقى 5. ماشي؟ كتبها بطرس، ودي رؤية عن اورشليم السمائية. نعدي تاني. نعدي. اتكلم فيها عن الاختام السبعة، حاجات كتيرة بقى ليها رموز كتيرة الآباء بيجتهدوا في تفسيرها. اتكلم عن الأبواب السبعة، اتكلم على الجمال السبعة. في طقوس وعقائد كتيرة اتقالت في العهد الجديد. نقلب كده.
يعني العهد الجديد اتكلم عن سر المعموديه والميرون الى اخره. حاجات كتيره في الطقس والعقيده تحدث عنها العهد الجديد. انا خلصت بشكركم. تيجي نسمع كم انجيل؟ متى، مرقس، لوقا، يوحنا. والسفر اللي وراه اعمال الرسل ده بتاع مين؟ القديس لوقا. القديس بولس الرسول كتب كام؟ 14 و7 رسائل اسمهم رسائل الجامعه اللي هم الكاثوليكون. اما اعمال الرسل ده بنسميه باليوناني ايه؟ الابراكسيس. طيب الكاثوليكون سمعنا احنا رسائل بولس الرسول. الكاثوليكون يلا نسمعهم تاني. 2 بطرس و3 يوحنا، واحده يعقوب واحده يهوذا، وبعدين سفر الرؤيا. القديس يوحنا كتب كام انجيل؟ كام حاجه يعني؟ 5 انجيله و3 رسائل وسفر الرؤيا. بشكركم وبشكر الاباء ان هم ادوني الفرصه اخد بركتكم. ربنا المجد دائما ابديا امين. باسمكم نشكر ابونا كتير جدا جدا على الكلمه الحلوه والمجربه بتاعت العهد الجديد. بس معلومه